الرحمن الرحيم النهارده وبطل الجمهورية. أنا فوجئت النهارده لقيته في المؤتمر، بس من برنامج صوت الحياة بقول له كل سنة وأنت طيب. أبطال من دهب النهارده في مكتبة القاهرة، والواحد كان زعلان والله إن ما راحلهمش. أنت طبعا بتبقى بتتواجد وياهم، تقول إيه النهارده وأنت فعلا أبطال من دهب؟ يعني أنتوا بيطلق عليكم أبطال من دهب لأنكم فعلا ناس من دهب. اولا اعرف عبد الرسول محمد عبد الرازق الشيخ عرف الحايث رئيس لجنه ذوي الهمم في الاتحاد المصري للمجالس الشعبيه والمحليه بقياده اللواء احمد بك عيسى، وممثل لجنه ذوي الهمم في 13 دوله اخرى عربيه، ورئيس نائب رئيس الاتحاد الوطني لذوي الاعاقه، ورئيس لجنه ذوي الهمم في مبادره شباب قانون، وبطل جمهوريه رفع اثقال 5 سنين على التوالي، ومؤسس رئيس لجنه المعاقين المنوفيه تحديدا في مركز شباب السادات وكابتن الفريق، ولاعب منتخب المنوفيه لكره الدوري الجنوبي. واحنا النهارده في مؤتمر جميل اسمه لا للادمان كن قياديا يا انسان تحت مظله الاتحاد الوطني للمجالس الاتحاد المصري للمجالس الشعبيه والمحليه قائمه حب مصر برعايه بمتابعه من معالي سياده اللواء العظيم احمد بك عيسى. واحنا دورنا الطبيعي للدولة احتوتنا في الممثلة في شخص معالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما نقلش وطنية، ما بنتكلمش في ملف ذوي الإعاقة، عايزين نتكلم في مبادرة لا للإدمان كن قياديا يا إنسان. المبادرة دي طبعا مصر مستهدفة، مصر مقصودة، ودائما الدولة العظيمة دايما تكون مقصودة، ودائما أهالينا علمونا شيء أن الشجرة المثمرة دائما تقصد بالحجر لإسقاط الثمر، فلولا عظمة مصر ما كانت مستهدفة. ونجحت قيادتنا القوية والعظيمة الممثلة في شخص معالي السيد الرئيس وجيشنا الأمام، جيشنا الأسود خير الأبناء اللي نجح انه يرتقي بجيشه الى اعلى المراتب في اكحل الظروف، ونقدر نقول وصل بجيشه لقوه عظيمه، قوه هائله، قوه قادره على الردع، قوه قادره على الحمايه، قوه قادره على حمايه كل شبر في ارض مصر. ابتدى العدو سواء كان متربص من الداخل او من الخارج يبث سموم المخدرات في شبابنا، لان شبابنا هم عماد الامم وعماد الدول، فالدول لا تسقط بالخيانه ولكن تسقط بعدم الوعي وعدم تنميه روح الوطنيه وبث السموم سواء كانت مخدرات او سموم فكريه في روح الشباب، لان الشباب هم عماد الامم وهم قوه الاوطان. وان كانت القضايا تنتهي بسقوط الانظمه لانتهت القضيه بسقوط العظيم القائد صدام حسين بالعراق، ولانتهت بسقوط العظيم القائد معمر القذافي في ليبيا، ولكن القضيه تسقط او القضيه الاساسيه هي انهاك الدول واسقاط الاوطان وليس اسقاط الانظمه. وانا سعيد بوجودي النهارده في قلب المؤتمر دوت ان انا بمثل الاتحاد المصري للمجالس الشعبيه والمحليه قائمه حب مصر بقياده اللواء العظيم احمد بك عيسى، داعم ومحتوى اصحاب الهمم والمراه والشباب كعاده الدوله المصريه الممثله في شخص معالي السيد الرئيس، اللي محتوي دايما ولاده من اصحاب الهمم، شركاء الوطن، مسيحي مصر، شباب مصر، بنات مصر، معاقين مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا عرفة. النهارده احنا سعداء بيك وكل سنة وانت طيب. سعيد جدا بوجودي مع الاعلاميه العظيمه، الاخت العظيمه، صاحبه البصمات، الاستاذه الاعلاميه العظيمه والشهيره الاستاذه سهير. ربنا يخليك يا عرفة، ما تحرمش منك ابدا.